ده سؤال يونيفرسال زي ما بنقول، سؤال ينطبق على الراجل وعلى الست. انت لو سألتي نفسك جوزك ممكن يواجهك بمشكلة فيكي ازاي من غير ما تحسي انك مهاجمة، هتلاقي الإجابة شبه الإجابة بالنسبة له. فاحنا محتاجين بالبساطة كده نعمل 4 حاجات مناسبين: الوقت المناسب، النبرة المناسبة، الوسيلة المناسبة، والكلام المناسب. الوقت المناسب طبعا لو هو تعبان، ولو هو راجع من الشغل، ولو هو عنده مشكلة، كل ست عارفة جوزها امتى فعلا بيبقى الوقت مناسب وقادر يستقبل. تاني حاجة النبرة المناسبة. معلومة يمكن كتير مننا عارفها ان 7% بس من التواصل كلام، الباقي كله نبرة صوت وملامح وش. فمفيش حاجة بتفتح قلب اي حد اكتر من النبرة الهادية والوش السمح. الحاجة التالتة الوسيلة المناسبة. أرجوكوا وبفكر نفسي قبلكوا، الوسيلة المناسبة لأي حاجة مش عجباني في أي حد وعندي مشكلة معاه عمرها ما بتكون التليفون ولا الواتساب ولا التلقيح على الانستجرام. ده بيضيع جزء كبير جدا جدا من روحنا مع بعض في التواصل، فنبقى شايفين بعض ومتصلين. الحاجة الرابعة والأخيرة هي الكلام المناسب، ودي عندنا فيها 2 تولز. أول حاجة الكلام بيبدأ بأنا مش أنت، يعني أتكلم أنا عن إحساسي. أنا بحس ساعات إني مفتقداك، مش أنت بتغيب عن البيت كتير ومقصر. والحاجة التانية بنسميها أسلوب السندوتش، يعني الحاجة اللي مش عجباني أحطها ما بين حاجتين عجبني. أنا بحترم قوي إحساسك بالمسؤولية ناحيتنا، لكن ساعات بفتقدك لما بتغيب كتير عن البيت. وممكن لما يرد عليا أقول مثلا شكرا إنك سمعتني. أنا عارفة إن الكلام ده ساعات بيبقى كأنه جاي من برج عاجي، وتحت الظروف والمشاكل والضغوط، وأنا أول واحدة ساعات بغلط في ده وبأثر فيه. بس إحنا هنفضل دايما نفكر بعض ونسعى على قد ما نقدر إن علاقاتنا تكون أصح وأحلى.